الليلة حنعمل أحلى اختراع سوداني، اختراع عظيم. مدينة الحلبة يا إخواننا مدينة مغذية والطعم رهيب. حنعملها بطريقة سهلة جدا جدا وبسيطة. حنجيب معلقة كبيرة سمنة، عليها معلقة كبيرة حلوة، حابة أقلب مع بعض لحد ما الحلبة تبقى لونها ذهبي، بس يبقى لونها ذهبي يا جماعة، ما حنقلب أكتر من كده عشان بعدين ما تمرر معانا. هاخد عليها نص كوب موية واخليهم يغلوا مع بعض لحد ما الحلبة تنقط. هتنقط كيف؟ لما تبدأ تتفتح معاي، وممكن أضوقها عادي حلقاها بقت لينة كده. بعد ذاك في النار هضيف لي كوبين حليب واخليهم يغلوا مع بعض. في الأثناء دي أحضر الخليط اللي أنا هتقل بيه المديدة، اللي هي معلقتين كبيرة دقيق، معلقتين كبيرة كاسترد، وممكن ناخد معلقة كبيرة لبن بودرة أو معلقتين، أو ممكن ما ناخد ذاته، لكن بس لبن البودرة بيديها طعم حلو. لكن لو ما لقيته مع مشكلة، ما ضروري. هخلطهم كلهم مع بعض كده ده، وبعدين هبدأ أضيفهم بالتدريج على الحليب أول ما يغلي. بعد ذاك أبدأ أضيف الخليط ده بالتدريج، وأبدأ أقلب 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 لحد ما الخليط يتقل معاي. بعدين حمليها واخد فيها سكر. ممكن تعمل الخطوة دي آخر خطوة، لكن أنا بحب بس لما بقلب اخد الملح والسكر، طبعا السكر حسب الرغبة. وبعدين ناخد السمنة العظيمة وتبقى جاهزة للتقديم. كل ما تبرد كل ما تتقل. بعدين القوام زي ما انتوا دايرين. انا اظن ده كده احنا شنو قفلنا ملف المدايد. مديدة حلبة عملنا، مديدة تخن عملنا، مديدة بلح عملنا، وبالعافية عليكم. أنا متأكدة إنها هتعجبكم.